سلام كلشي وصباح اول فوز تاريخي في كأس العالم للسيدات المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي كتدخل ابتسام الجريدي للتاريخ كأول لاعبة كتسجل في نهائيات كأس العالم. هدف جميل بزاف اللي جا في الدقيقة الخامسة ضد المنتخب الكوري. ماتش اللي كان غادي يكون ولا ماتش اللي كان نيت صعيب بزاف، خصوصا على ان جوج ديال المنتخبات بجوج خاسرين الماتش الاول ودونك بجوج داخلين باش يربحوا المباراه. ولكن التغييرات اللي دارها رينالد بيدروس من المباراه الاولى للمباراه الثانيه، خصوصا في مراكز اللي حساسه بزاف ولا مراكز اللي صعيبه بزاف، فكيتحسب ليه وداكشي كيترجم بالاداء المغاير تماما على الماتش اللي داز اللي بان به المنتخب الوطني المغربي. غادي نبداو بالتغييرات اللي قام بها بيدروس. فعاد خط الدفاع، بدل الكومبينيزون لقلبي الدفاع، فدخل نهيله بنزينه اللي كنظن وكنعتبرها افضل لاعبه في المباراه. وقيله قدمت اداء بطولي جيد في اول مشاركه ديالها في المونديال الى جانب نسرين الشاد، بينما شفنا تغيير مركز ديال حنان ايت الحاج لهذه المره وظفها كظهير ايمن كما كانت في لاكان. جرب مرات عديده على انها تكون قلب دفاع، خصوصا على انها هو البوست الانيسيال ديالها، ولكن من تجارب عديده فحنان ايت الحاج كتعطي في البوست ديال ظهير ايمن حسن. اما بالنسبه لوسط الميدان فكانت الودي نقاش الى جانب الشباك، الاليه دغوا كانت ساكنه وزراوي وفاطمه التقناوس. اما في الخط الامامي فكانت كل من ابتسام الجريدي مسجله الهدف، وكذلك سلمى اماني. هادو هما التغييرات اللي كانت ولا هذه التشكيله اللي دخلت بها المباراه. كما شفنا من بدايه المباراه واللي كانت حاجه مزيانه على ان تم تسجيل الهدف في وقت قصير ولا في وقت مبكر من المباراه، ولعبوا ببلوك متقدم في الشوط الاول. يعني الكره بقات بشكل كبير في المناطق ديال منتخب كوريا الجنوبيه، وكان ظاهر الانسجام بين البنات في هذه المباراه هذا. لكن كيبقى النقطه السلبيه في نسبه ديال الفرص اللي كتضيع. يعني جاتنا كميه هائله من الفرص اللي ضاعت قدام المرمى، ابرزها ديال سلمى اماني في الشوط الاول. والشوط الثاني كانت كره المباراه اللي قدرنا نقولوا ديال روزيلا من تمريره عطاتها ليها غزلان الشباك. صراحه البنات كاملين كانوا في الموعد. المباراه في الشوط الثاني فكان تراجع للوراء، الحاجه اللي كانت متوقعه، ولكن ديما كنقول فاش كتكون رابح بواحد الرجوع الى الوراء، تراجع الى الوراء كيكون ديما بغيسك طالع، ولكن الغيسك ديما كيكون في كره القدم. التغييرات اللي دارها بيدروس، فخرج سلمى اماني ودخل ساره كاسي في وسط الميدان، بينما في ديك الساعه تقدمت غزلان الشباك شويه لقدام. ومن بعد بقاو تغييرات بوست الا قدرنا نقولوا. الودي النقاش خرجت كتعالج، ما عرفتش واش اصابه ولا شي حاجه، اما دخلت بلاصتها بدري. بوفتيني ما كان تاغناوت، وروزيلا ما كان ابتسام الجريدي. في الشوط الثاني كما سبقت وذكرت فكان تراجع وكان هيمنه بالنسبه للمنتخب الكوري الجنوبي، ولكن لم تكن هيمنه مثمره حيث ما قدروش يسجلوا هدف. وبقى اللاعب على المرتدات. للاسف بعتني بزاف ديال المرات جاتنا فرصه على اننا نقتلوا الماتش. بغيت نخليكم باللقطه ديال واحد لافوت ولا ديال واحد التدخل ذكي ديال نهيله بنزينه اللي هو هذا. شوفوا التدخل اللي دارت نهيله بنزينه بطريقه ذكيه جدا وهرست بها الهجوم ديال المنتخب كوريا الجنوبي. المنتخب ديال كوريا الجنوبيه فكيعتبر على انها الشمس بدات كتخرج، كتعتبر على ان هاد الهزيمه ما على حتى شي مبرر، خصوصا على ان المنتخب الوطني المغربي كيحصل المرتبه 72 وكيواجه المنتخب كوريا الجنوبي في المرتبه 17 عالميا، وعنده رابع مشاركه في المونديال. وخصوصا التغييرات اللي دارهم بيدروس واللي عطاو الاكل ديالهم والتشكيله ديال اليوم، كنظن على انه هو اللي غادي يبقى يعتمد عليها، والله اعلم. دونك هو ادرى. الى تفرجتوا في الماتش قولوا لي شنو التعليق ديالكم على المباراه، شكون هي احسن لاعبه بانت لكم في هذه المباراه. ونشوفوا ماتش ديال كولومبيا وديال المانيا كيفاش غادي يسالي. اما دابا نقول لكم سلام.